اهلا بكم يوم جديد وحلقه جديده من كل بلد اكله، وبرحب بكل مشاهديني اللي بيتابعونا النهارده. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، رمضان شهر مبارك يا رب على الجميع. كلنا بنتجمع في سفره واحده في وقت واحد، رمضان شهر المحبه ولمه العيله ما بين كل الاحبه. عشان كده النهارده هنجمعكم النهارده على سفره قناه العائله. هيبقى معانا كل يوم او كل حلقه اكله من كل بلد علشان نلف البلاد كلها ونجيب لكم كل الاكلات اللي تحبوها سواء فطار او سحور. مش بس كده، كمان عندنا الحلويات، عندنا محصوله السعرات الحراريه، وانا عارفه ان دي مشكله بتقرب كل الناس، ودايما عايزين نعرف احنا الحلويات بتاعتنا سعراتها قد ايه. هناكل حلويات براحتنا بس بسعرات محدده. كمان عندنا فقره كل حلقه في حلقتي هنبتدي ان احنا نقول معلومه على الماشي. معلومه على الماشي النهارده المعلومه عندنا بتقول ان الناس اللي ماشيين على حميه معينه بيقللوا من منتجات الالبان. غلط، المفروض بنكتر منتجات الالبان شويه علشان يزود الكالسيوم في الجسم. في دراسات اثبتت ان الكالسيوم في الجسم بيساعد على حرق الدهون. وليه انا قلت المعلومه دي النهارده؟ عشان النهارده الحلقه بتاعتنا موضوعها عن رشاقتك في رمضان، مشكله بتقرق ناس كتير اللي ماشيين على الرجيم. ازاي هنحافظ على جسمنا في رمضان؟ ده اللي هنعرفه النهارده مع بعض. والنهارده رايحين لفين؟ رايحين للمطبخ الهندي. هنعمل ايه من المطبخ الهندي؟ هنعمل منه برياني الدجاج، وهنعمل حلوى المانجا او رفا قيصري، دي حلوى جديده بالمانجا بس طعمها حلو قوي، قريبه شويه من البسبوسه. ونعمل كمان سلطه هندي وهي سلطه الرايتا او سلطه الزبادي. حاجات خفيفه وبسيطه هنعملها مع بعض. هنعمل كمان كاري الخضروات، لازم ندخل طبعا الخضروات في اكلاتنا دايما. تعالوا مع بعض علشان نشوف اكلتنا هنعملها ازاي وايه ما هي مقاديرها. اول حاجه حابه ابتدي بيها وهي برياني الدجاج. برياني الدجاج هنعمله النهارده بطريقه لايت جدا، خلاص تقريبا شبه ما فيهاش دهون. اولا عندنا دجاجه متقطعه ل6 قطع او 5 او 4 زي ما نحب، عايزين صدور فراخ، عايزين افخاذ، بس زي ما احنا حابين. نقطه مهمه جدا انا عاملاها ان انا شايله الجلد من على الفراخ، خلاص بعد ما اغسلها كويس بشيل الجلد عشان اتخلص من الدهون. طيب عندي بصلايه ناعمه وعندي طماطمايه مبشوره، دي التتبيله اللي هتبل بيها الفراخ، خلاص. وعندي علبه زبادي وعندي فصين من الثوم. عندي بقى شويه بهارات يعني هند يعني بهارات. البهارات على فكره من الحاجات يعني في كده شويه بهارات من الحاجات اللي بتساعد على حرق الدهون. طيب ايه البهارات اللي عندي دي؟ عندي قرفه وعندي جنزبيل وعندي ثوم باودر وعندي حبهان وعندي كمان قرنفل، عندي ورق لوري وعندي ملح وفلفل وكمون وكاري وكركم. البهارات مره ثانيه ومقادير كمان معانا على الشاشه. عندي كاري، عندي كركم، عندي جنزبيل، عندي قرفه، عندي حبهان، عندي ثوم باودر، خلاص، وملح وفلفل وكمون. بخلط كل التوابل دي مع بعض بكميات قريبه قوي ومتناسبه قوي، خلاص. حابه طعم زياده شويه بزوده معايا مفيش اي مشكله. هجيب عندي البوله بتاعتي اللي هتبل فيها. انا هنا هنزل بالطماطمايه المبشوره، هنزل بعلبه زبادي صغيره، اوكي، وهننزل كمان بفص ثوم يعني او فصين ثوم كده زي ما نحب، اوكي. وهننزل كمان ببصلايه مبشوره ناعم اهي بالشكل ده. عندي طبعا الملح والفلفل اساسي معايا، خلاص. حابه اضيف ملح في خلطه البهارات دي ممكن جدا، مش حابه بخلي الملح بقى بره وانا اظبط كميه الملح اللي انا حباها يعني، وده افضل، خلاص. والفلفل برده نفس النظام، ممكن ازوده مع التوابل او لا. طيب وهاخد بقى شويه هنا بقى من التوابل بتاعتنا دي زي ما اتفقنا هند يعني بهارات. طيب وهقلب هنا عندي كده الخليط ده كله مع بعض، ده اللي هتبل بيه الفراخ. طيب انا الفراخ دي مش هحطها على النار ومش هحط فيها اي دهون، انا هدخلها الفرن. هعمل برياني دجاج هندي بس لايت، اوكي. مدام عزه ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنه وحضرتك طيبه وانت بالصحه والسلامه يا رب. ربنا يا رب يديك الصحه يا رب. الله يخليك. انا دمست الفول زي ما حضرتك قلتي وطلع زي الفل. ده الف هنا. اتسحرتي بيه؟ واتسحرنا بيه، ده طلع ايه كمان، ده زي ما يكون في منوم كلنا كده. الف هنا يا ست الكل. الله يخليك. ورمضان كريم عليكي. والزبادي ربنا يديك الصحه. الله طلع يخليك. زي الفل كانه جاي من بره بالظبط. كلنا كلنا كوبايات وقلنا وقعدنا ندعي طول الليل. طب الحمد لله، اهم حاجه دعوات رمضان بتوصوا بيها. وربنا يا رب يجعلك من اهل الجنه يا رب. يا رب امين جميعا. واحنا كلنا كده ان شاء الله من اهل الجنه، وصف العمل كله كلنا ان شاء الله. امين. دنيا بقى عايزه اتكلم حضرتك. اوكي. عامله ايه؟ ازيك يا دنيا؟ الحمد لله. صايمه يا دنيا؟ صايمه. برافو عليكي. هتفضلي صايمه لحد المغرب ولا بدري شويه؟ ها؟ لحد المغرب. برافو عليكي، شاطره يا دنيا. انت عارفه يا دنيا ان احنا هنعمل حلقه مخصوص للاطفال اللي بيصوموا؟ ماشي. ماشي.
اعملي حلقة للأطفال أوكي. وهجيلك إن شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي، انت تنوريني. بس بصيت انا بص بصه والله. أنا بصلي وكمان بقرأ قرآن. برافو عليكي ما شاء الله، الله اكبر ما شاء الله. برافو يا دنيا بجد. ماشي. بس استمري بقى ماشي. اوكي، بشكرك جدا يا دنيا، وما شاء الله عليكي يا رب كل الاطفال ان شاء الله وولادي كمان يكونوا سامعين الكلام ده، وكلنا هو تعود من الصغر الحقيقه، فربنا يا رب يكرم الجميع. طيب انا تبلت هنا اهو الفراخ، انا مقطعاها اهو ل5 ل6 ل4 زي ما احنا حابين. اوكي، وطبعا في انتظار كل اسئلتكم واتصالاتكم اللي بتقابلكم وكل المشاكل اللي بتقابلكم في شهر رمضان. كلمونا على ارقام تليفوناتكم ان شاء الله نرد عليكم. طيب انا عندي اهو الفراخ بقت عندي بالشكل ده. طيب تبلتها خلاص، تتبيله كانت ايه مره تانية، بشر طماطمايه. اوكي، وعندي بصل وعندي توم، وعندنا التوابل اللي احنا قلنا عليها، جنزبيل وكاري وكركم وقرفه وحبهان وتوم بودر. اوكي، وكمون. هدخل الطبق ده او الصينيه دي عندي في الفرن. اوكي، محطناش اي دهون خالص، مفيش اي دهون خالص، تمام، عشان ناكل براحتنا شويه. طيب وعندي هنا ميه على النار بتغلي، وهجيب كمان الرز اللي احنا هننزله فيه. طيب انا عندي هنا الميه هنا بتغلي، هنزل في الميه دي بقى بايه، هننزل عندنا بورق لوري اهو خلاص، وهننزل كمان بعودين كده من القرنفل، حابين شويه صغيرين خالص خالص اهي من البهارات اللي احنا تبلنا بيها الفراخ. اوكي، ممكن اعمل ايه، ممكن بس معلقه صغيره خالص من الزيت اهي في قلب الميه، وهبتدي ان انا انزل معايا بالرز اهو. طبعا لكل كوبايتين رز بسمتي عليهم 4 كوبايات من الميه. خلاص، الميه دايما بتكون ضعفها اهي بالشكل ده كده. بس عايزه هنا ايه اضيف الملح، بس ممكن هنا ياخد شويه كده بس من الميه. لو انا نقع الرز يا جماعه بنقلل كميه الميه شويه، لو مش نقع الرز بلتزم بكميه الميه. اوكي، طبعا اهم حاجه يكون رز نوعه كويس. طيب عندي اهو الرز اهو على النار، بس انا هضيف هنا عندي الملح خلاص، وضيفنا ايه في الميه كمان، القرنفل وورق اللوري. اوكي، ساره ازيك يا ساره؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وانتي طيبه يا جميله. رمضان كريم. الله اكرم عليكي يا رب. انا كنت بتصل بس عايد على حضرتك. يا حبيبتي كلك ذوق دايما يا ساره. ربنا يخليكي يا استاذه بسمه. ميرسي يا حبيبه قلبي. عايزه حاجه؟ ميرسي يا حبيبتي منوره تسلمي. وكل سنه وحضرتك طيبه. بنورك يا قمر، بنورك يا رب. مع السلامه. ميرسي جدا يا ساره. طيب عندنا هنا الرز معانا على النار. طيب نعمل ايه دلوقتي؟ ممكن نعمل كاري الخضروات، وده دايما دايما بنتك على ان يكون معانا في وجباتنا خضروات او بقوليات، من جسمنا محتاج جدا جدا كم الالياف دي والمعادن والفيتامينات اللي فيها. خلاص، فانا النهارده قلت اعمل كاري الخضروات، والحقيقه طبق طعمه حلو جدا، وفي نفس الوقت انا اوريدي عندي موجود الرز، يبقى اخدت نشويات واخدت كمان الخضروات واخدت البروتين بتاعي. خلاص، يبقى الوجبه دي مش هتكون محتاجه بس اكتر من ان اعمل طبق شوربه. بس لو عندي الكاري بالخضروات ده على فكره اقدر استغنى عن الشوربه، ان هو بيبقى جوسي شويه وفيه صوص، فمش هحتاج لشوربه. خلاص، بس هحتاج طبق سلطه معاه، وده هنعمله النهارده، وعصير اي عصير تحبوه، سواء كيوي، اناناس، اللي ملهوش يعني قوي في يميش رمضان، فممكن نشرب عصاير فريش. طيب هجيب هنا الحله عندي على النار. طبعا مشكله بتقرب كل الناس، وهي هخس في رمضان، هتخن في رمضان، دي مشكله بتقابل كل الناس. طيب هنعمل ايه؟ مهم جدا ان احنا نلتزم بفطار عشاء سحور. فطار عشاء سحور، خلاص، اللي هو كانهم 3 وجبات في اليوم العادي بتاعنا، وما بين الفطار والعشاء في سناك صغير قوي، وما بين العشاء والسحور في برضو سناك صغير قوي، سواء السناك ده كان فاكهه، كان خضار، كان عصير، كان حاجه حلوه صغيره جدا. خلاص، مشكلتنا ان احنا بناكل في الحلويات كتير. لا، انا اقدر اكل حلويات بس هقلل شويه في كم السعرات بتاعتها، وكمان هاكل منها بكميه صغيره. بص انا هنزل هنا كده بالبصل
اوكي انا عندي البصل اهو هنا. خلاص هقلب هنا كده، عندي بس البصل مع فصين من الثوم، خلاص ده كاري الخضروات مع شويه كمان من الجنزبيل اهو بالشكل ده كده. ايوه هقلبهم كده مع بعض. طيب قلنا فطار عشاء سحور، مهم جدا ان انا ابتدي بعصير، شويه من العصير. طب هاجي بعد كده في الاكل هعمل ايه؟ هبتدي، وانا قررت ان انا اعمل تكون اول حلقه عن المشاكل دايما بتقابلنا اوليه تبقى اساسيه عند كل الناس، وهي ان انا احافظ ازاي على جسمي. بعد كده هبتدي بشوربه، وبعدين بالسلطه، وبعدين بالطبق الرئيسي عشان اكون شبعت شويه. خلاص يبقى عصير، وبعدين ويفضل ان العصير لو من غير سكر او سكر فاكهه يعني بيكون افضل. بعد كده الشوربه، وبعد كده السلطه، وبعدين الطبق الرئيسي وبقيه الاكلات. ودايما احط في الطبق بتاعي علشان احس ان قدامي اكل كتير. هجيب طبق الشوربه جنبي، هجيب جزء من اللحوم، جزء من النشويات، لو في عندي مقبلات، السلطه هكتر فيها شويه، فانا هحس ان الطبق عندي نفسه مليان. خلاص هي الفكره كلها يا جماعه بتبقى نفسيه، والعين ان العين تشوف قدامي اكل كتير فخلاص انا هكتفي، وكمان ممكن ما اكلش الاكل كله. بصوا انا هنا بقى دلوقتي هنزل بايه؟ ثمره جزر متقطعه مكعبات، ثمره بطاطس متقطعه مكعبات، وهنا الجزر متقطع اصغر من البطاطس عشان البطاطس هتستوي اسرع من الجزر، فمقطعاها كبيره شويه عشان تتحمل معايا، والجزر اصغر شويه. الكوسه يعني وسط، وعندي حوالي كوبايه من الفاصوليا الخضراء. مقادير مره ثانيه، عندي ثمره كوسه، وعندي ثمره جزر، وعندي ثمره بطاطس، وعندي حوالي من كوبايه فاصوليا خضراء متقطعه الحجم اللي تحبوه. اوكي اهي. الطبق ده دامج كده شويه ما بين الشوربه وما بين خضروات في نفس الوقت. اوكي بس بطعم مختلف شويه اهي، وبقلبهم بالشكل ده مع بعض. طيب مهم جدا كمان ان انا اخلي بالي من الميه عشان جسمي هيكون محتاج ميه. اقلل من المواد الكافيين لان هي من الحاجات اللي بتمتص الاملاح. خلاص فكمان بتخلي الواحد يعطش كتير، وزائد ده بتخليني ان انا الواحد برضو يعرق كتير فبيفقد سوائل من جسمه، فلا نبعد عنها شويه. عمرو ازيك؟ انا عايز طريقة عمل الجبنة القريش. عايز طريقه الجبنه القريش؟ انت عندك كام سنه يا عمرو؟ يا عمرو نعم. عندك كام سنه؟ 8 سنين. 8 ولا اصغر؟ لا 8. 8. صايم ولا مش صايم؟ صايم ولا لا؟ صايم ولا لا؟ صايم. صايم؟ ايه رايك في بوجي وطمطم اللي معانا بقى دول؟ يا عم نعم. شفتي بوجي وطمطم اللي معانا؟ عمرو مش سامعني. طيب انا هقول لك يا عمرو على طريقه الجبنه القريش. حاضر من عينيا. بصوا انا هنا ضفت هنا كاري، خلاص معلقه كده من الكاري. وهعمل ايه كمان؟ هنزل هنا بصوا عندي معلقه دقيق على علبه زبادي صغيره. تاني معلقه دقيق على علبه زبادي صغيره، هقلبها وادمجها كده هنا عندي مع بعض اهي بالشكل ده. ليه بقى بعمل الحركه دي؟ علشان الزبادي ما يخرطش مني على النار او يكتل مني على النار. اهي معلقه دقيق على علبه زبادي صغيره اهي بالشكل ده كده. خلاص وهعمل ايه هنا؟ هنزل بحوالي كوبايتين من اللبن خالي الدسم او كوبايه لبن خالي الدسم وكوبايه من الميه اهي بالشكل ده. عملنا ايه مره تانية؟ انا شوحت عندي البصل والثوم والجنزبيل، نزلت شوحت معاه الخضار، الكوسه والبطاطس والجزر وكمان الفاصوليا الخضراء اهي بالشكل ده. خلاص وهنزل هنا كمان بالزبادي اللي انا دمجته مع الدقيق. ليه دمجته مع الدقيق؟ اولا هيديني صوص يعني كثيف نوعا ما، زائد كمان ان هو مش هيخلي لي الزبادي يكتل معايا على النار اهي. ووطينا كده شويه عليها. ناخد بس بقى كده الملح والفلفل بتاعنا اهو بالشكل ده. ودايما نحاول ندخل معانا فلفل حار
في اكلاتنا. ليه؟ لان هي بتساعد على الحرق. خلاص، بس يعني مش بكثره. دايما بقول خير الامور الوسط علشان ما نتضرش برضو ونقول احنا كترنا علشان نخس. لا، خلينا دايما في خير الامور الوسط. اوكي اهي، وهبتدي كده اغطيها وتستوي كده مع بعض بقى على نار هاديه شويه. ونشوف هنا معانا هنا الرز لسه. اوكي، نولع هنا عين تانية. خلاص، يبقى دي كانت عندي كاري الخضروات. خلاص، وكمان دخلنا عندنا الفراخ معانا في الفرن، والرز عندنا على النار. نشيل الحاجات دي كده هنا على جنب. طيب، مهم جدا ان انا بعد الفطار يعني هنقول بساعه ساعه ونص ابتدي ان انا اعمل رياضه او امشي، او ممكن كمان اعملها قبل الفطار للي هيقدر يعملها قبل الفطار، بس ممكن اعملها بعد الفطار بساعه ساعه ونص. ليه بساعه ساعه ونص؟ علشان الفتره دي الجهاز الهضمي هو بيبقى شغال ان هو يهضم الاكل واحده واحده. خلاص، فبعد كده انا بكملها بايه؟ بكملها بالرياضه، ان هو يساعد معايا اكتر كمان على الهضم وكمان حرق السعرات الزياده اللي دخلت جسمي. طيب، اكل حلويات كل يوم؟ لا، مش هناكل حلويات كل يوم حتى لو كانت قليله السعرات. دايما اعمل تبادل ما بين الفاكهه وما بين الحلويات. يعني انا النهارده اكلت بسبوسه، بكره اكل مثلا تفاح، بعده اكلت قطايف، بعده ممكن اكل مثلا موز او فروت سلطات مع بعض. خلاص، دي نقطة مهمة جدا. او ممكن كمان عصاير فريش، او ممكن بودنج، مهلبية، بس دايما نخليها بالسكر بتاعنا يكون سكر فاكهة. لو حاجة داخل فيها البان فتكون اللبن نفسه يكون خالي الدسم. كل دي بتقلل لي السعرات الحرارية. لو انا عندي حاجه فيها كم دهون كتير بحاول اقللها، زي مثلا القطايف. بدل ما اقليها في زيت وزيت كتير وهتشرب زيت، لا، طب ما احنا ممكن نعملها ندهنها على الوش بتاعها زيت وبدخلها الفرن. وكمان السيرب اللي احنا هننزل بيه في القطايف هيكون كمان سيرب من سكر الفاكهه. خلاص، فبكده انا قللت مثلا نص الكالوري في الحاجات دي، هتفرق معايا كتير جدا. طب مسموح لي قد ايه ان انا اكل قد ايه حلويات؟ حاجه كده قد كف الايد، بس مش كف يعني كل واحد اكيد يعني بحجم كف ايده، بس يعني على حساب كف ايدي انا يبقى حاجه قد كف الايد. خلاص، بس الحته المربعه دي من غير صوابع، يعني مش حاجه قد الايد كلها، لا، هي قد الحته المربعه دي بس. دي اللي مسموحه لي ان انا اكل فيها قطعه الفاكهه. طيب، عندي قطعه بسبوسه قد حجم الايد، اقدر اقطعها ل2 او ل3، احس ان انا قدامي كذا قطعه. الموضوع يا جماعه بجد بجد نفسي اكتر، هو ان انا اشوف بس قدامي حاجات كتيره، فهحس ان انا لا مش قادر خلاص اكل. لكن لو انا مش قادر وكمان قدامي قطعه واحده اقول لا ده انا عايز تاني. فلو قطعنا الحاجه على قطع صغيره هنحس هي كتيره، بدل ما اكل قطعه واحده لا ده انا هاكل قطعتين، وكمان الكالوري بتاعها هيتقسم على قطعتين. خلاص، يبقى انا كده عندي هنا الكاري كده الخضار شغال معايا على النار، وريحه الكاري طالعه اهي بالشكل ده. خلاص، والرز عندنا كمان لسه. طيب، نعمل ايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي ممكن نعمل سلطه هندي او سلطه الزبادي او سلطه الرايتا. هنعمل هنا عندنا كوبايتين من الزبادي، علبتين صغيرين من الزبادي. خلاص، وعندنا كمان جزره مبشوره، خياره مبشوره، عندي كزبره خضراء، عندي فصين من الثوم، وعندي عصير ليمون. المقادير نقولها مره تانية، بس نجيب معانا الليمون. اوكي، وملح وفلفل وكمون. هنبص كده على الحاجه اللي في الفرن. اوكي، طيب مقادير سلطه تاني علشان للي ما كانش مركز معانا. عندي هنا كوبايتين من الزبادي صغيرين اهو، او الكميه اللي انتوا تحبوها يعني وضعفوها براحتكم. اوكي، نجيب بس حاجه هنا نقلب فيها. مدام مديحه ازيك؟ مدام مديحه السلام عليكم. وعليكم السلام، اخبارك ايه؟ ازيك يا مدام بسمه؟ ازيك عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. طيبه حبيبتي. انت طيبه يا جميله. وقفت استوديو 37 بخير، والديكور جميل جدا، وانت ما شاء الله عليكي النهارده. ربنا يعينك في الحر ده. الله يخليكي. انك نازله الصراحه يعني. تسلمي. يعني كرم منك بصراحه. ما اقدرش يعني يكون رمضان وما بقاش معاكم فيه.
نعم. ما اقدرش يكون اول يوم رمضان ما بقاش معاكم فيه. لا ده انت اجمل حاجه يا بسومه ان الله انت يسلمك. معانا في كل مناسبه. تسلمي لي يا كنت حبيبتي. موجوده معانا، مولد النبي كنت موجوده معانا، ده اجمل حاجه ان ايامك بتبقى في يوم المناسبه الجميله. ميرسي يا ست فانت الكل. منوره القناه، والولاد كانوا نفسهم يسلموا عليكي بس طبعا قعدوا اللي بيقراوا قران للصبح فهم بقى نايمين دلوقتي. ربنا يعينهم طبعا، اكيد صايمين، ربنا يخليهم لك يا رب. الحمد لله الحمد لله. الله الحمد يكرمك لله. حتى. بس انا اسالك بس على حاجه. اتفضلي. انت بالنسبه لكاري، بس كنت على التليفون معلش. انت كاتبه في المقادير كوبايه لبن وكوبايه ميه، تمام. تعطي الزبادي عنه؟ لا ولا هما موجودين مع الزبادي. يعني اضيف الزبادي مع اللبن مع الميه بالظبط. طب انا مش بحب اللبن في الاكلات عشان القولون وكده، ممكن استغنى عنه واحط 2 زبادي؟ ممكن تستغني عنه طبعا، ممكن. اوكي حبيبتي. اوكي كل سنه وانت طيبه. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي جدا ليكي. الله بشكرك جدا. طبعا انا بشكر امنيه ناجي، هي اللي مصممه لي الديكور بتاع حلقاتنا، ان شاء الله يكون معانا في كل حلقه، فحقيقي بشكرها ان هي حد متميز جدا. طيب انا هنا هضيف هنا كده بصلايه صغيره ناعمه، اوكي، ونزلت بالثوم ونزلت بالليمون وبالملح والفلفل والكمون. تاني نقول مع بعض، نزلنا بايه هنا اهو؟ عندي علبتين زبادي صغيرين خالي الدسم، عندي بصلايه ناعمه صغيره، عندي فصين من الثوم، عندي عصير ليمونه، عندي ملح وفلفل وكمون، بقلبهم كده مع بعض بالشكل ده، اوكي. وهنزل كده عندي بالجزر، يعني ثمره مبشوره كده من كل حاجه، او لو حابين اكتر اقل زي ما تحبوا. عندي كمان كزبره خضراء، خلاص اهي، ونقلبها بس مع بعض كده. انا قلبت السلطه كلها اهي، الزبادي مع الجزر مع البصل مع الثوم مع الخيار مع الكزبره الخضراء اهي بالشكل ده. لو حابه اضيف كده تاتش بسيط، معلقتين من المايونيز ممكن جدا، هتبقى ظريفه برضه. خلاص شبه شويه لسلطه الزبادي بتاعتنا، بس احنا بنحط فيها خيار ونعناع، مش بنحط فيها جزر ولا بصل ولا كزبره. طيب انا هنزل هنا كده عندي في الكاسه بتاعتي اهي، خلاص. وهجيب عندي هنا كده خيار اهي كده، يعني نوع من انواع الجرنش كده البسيط. خلاص اهي زي ما احنا شايفين كده، بصوا لون السلطه ومع الخيار كده على الاطراف اهي. بس عايزه بس اوطي كده على الخضار اللي بالكاري، وعايزه كمان اوطي على الرز خالص اهو. طيب وبعدين هحط بقى كده طرنشات الخيار دي هنا كده في النص اهي كده، يبقى انا عملت طبقه كده من الخيار منفصله خالص كمان غير السلطه، اوكي. وبعدين انزل بباقي السلطه عندي اهي، واحاول ابينها شويه عندي من الاطراف اهي بالشكل ده كده. خلاص واجيبها كده هنا عندي على الاطراف شويه اهي، شايفين معانا اهي الوانها. خلاص وابتدي بقى هنا اجيب عندي هنا جزر كده مبشور برضو عندي على الاطراف، واسيب بقيه البوله بقى تكون شفافه كده وفاضيه. خلاص مش لازم ان انا املاها على الاخر، حتى لو عندي كميه زياده لا مش لازم تملوها على الاخر، خلوها تدي شكل مختلف، مش لازم كل حاجه تكون مليانه عندي على الاخر اهي بالشكل ده كده، اوكي. وهنطلع منها كده من هنا ايه كزبره نقصها شويه اهي، تبقى بالشكل ده كده. مدام ميرفت ازيك؟ ازيك يا بسمة عاملة ايه؟ اخبارك ايه يا قمر؟
الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ بخير الحمد لله. وماما عامله ايه؟ بخير والله زي الفل. كل سنه وانت طيبه. طيبين. ليه؟ كل سنه وانت طيبين. وانت طيبه يا حبيبه قلبي، تسلمي لي يا رب. الله يخليكي. قطايتك عاملين ايه؟ الحمد لله. بيسلموا عليكي. سلمي لي عليهم بيتخانقوا كتير. عليكي مش بيسلموا عليكي. سلمي لي عليهم كتير انت وقول لهم. عايزه تسلم عليك اهو، بتقول لك كل سنه وانت طيبه. اوكي. الو. ازيك؟ ازيك يا بنت راسم؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. كويسه؟ اه قولي لي عامله ايه في اول يوم صيام؟ الحمد لله. تمام؟ اه برافو عليكي. كل سنه وحضرتك طيبه. وانتي طيبه يا حبيبه قلبي، تسلمي لي يا رب. قولي لي يا كنزي، ليكي اي سؤال؟ سلمي يا عبد الرحمن. اوكي. عبد الرحمن الخط قطع، كلمنا تاني يا عبد الرحمن. اوكي. طيب يبقى احنا عندنا هنا كده زي ما قلنا ان الرز عندنا على النار خلاص. ضفنا ايه في الرز عشان اللي ما كانش لسه متابعنا في الاول؟ الميه، وفيها ورق لوري، وفيها كمان قرنفل خلاص. عندنا الفراخ كمان في الفرن. وليه انا ما عملتهاش على النار؟ عشان انا عايزه اقلل كم دهون على قد ما اقدر، وعايزه ان تكون اول وجبه اعملها معاكم في رمضان تكون دايت دايت بجد خلاص. طيب نعمل بقى طبق الحلو بتاعنا. بس ننقل دي هنا كده. طيب طبق الحلو بتاعنا هو طبق مختلف الحقيقه خالص، وطعمه مميز جدا، طعمه حلو ان شاء الله يعجبكم لما تجربوه. اوكي اجيب هنا بس عندي. طيب انا عندي هنا طاسه على النار. دي حلوى المانجا خلاص. طعمها الحقيقه مميز خالص، طعمها زي البسبوسه بس اطرى للاي حد بيقول ان البسبوسه بتنشف معاه. هي طريه قوي وطعمها كله مانجا. طيب عندي كوبايتين من المانجا، عصير مانجا بس من غير ميه، عصير مانجا مركز. وعندي كمان 3/4 كوبايه دقيق سميد او دقيق السيمولينا او دقيق البسبوسه. وعندي معلقه زبده، رفا قيصري، رفا قيصري او حلوى المانجا خلاص. مقاديرها كوبايتين من عصير المانجا المركز ما فيهوش ميه. وعندي كمان 3/4 من دقيق السميد، 3/4 كوبايه. وعندي نص كوبايه من السيرب التقيل. وعندي معلقه زبده. وعندي كمان نقطه من الفانيليا. وعندي بس شويه كده فستق على الوش مش اكتر. طيب هنعمل ايه هنا؟ انا هنزل بمعلقه من الزبده اهي بالشكل ده كده. معلقه من الزبده دي هتسيح هنا معايا. هقلب معاها، هحمص معاها، مش هقلب بقى دقيق السميد. اوكي هنقلبه معاها علشان كل حبايه في دقيق السميد دي بتتغلف عندي بالزبده وبتكون طريه بعد كده قوي، وفي نفس الوقت بتدي طعم وريحه حلوه جدا. اهي انا عندي هنا الزبده هنا كده اهي خلاص. بصوا هنزل كده بدقيق السميد ده وهبتدي ان انا اقلبه هنا معاها. يعني عايزه كل حبايه تتغلف معايا بالزبده. شيل دي هنا. اوكي اهي. طيب ينفع نعملها بزيت؟ لا، ممكن اخلي نص المعلقه زيت ونص المعلقه زبده، لكن بلاش تكون المعلقه كلها من الزيت خلاص. يعني دي اطعم. وفي الاخر هقول لكم سعراتها ايه للقطعه. هتلاقوا ان هي سعراتها يعني حاجه كده خيال، يعني ناكل منها 2 3 هتبقى حلوه قوي. اهي انا هنا بقلب عندي دقيق السميد كويس مع بعض عشان تغلف لي كل حبايه بالزبده، في نفس الوقت تدي طعم وريحه حلوه قوي اهي. طيب بتقولي لنا حلويات لايت وفي هنا سيرب. السيرب ده احنا عاملينه من سكر الفاكهه، فبالتالي قللنا السعرات للنص خلاص. يبقى السيرب دايما لو نعمله بسكر الفاكهه، فاحنا كده قللنا السعرات للنص اهي. بصوا انا بقلب هنا كده دقيق السميد اهو بالشكل ده. طيب وبعد كده بقى انا هعمل ايه؟ هنزل هنا بالمانجا اهي خلاص. ممكن تستغربوها شويه بس بجد عايزه اقول لكم ريحه وطعم حلو قوي يعني حقيقي. اولا هنا ريحه اصلا بدات تطلع يعني واحنا صايمين.
كمان الحبيبات بتاعه دقيق السميد دي بتبتدي ان هي تطرى وتستوي جوه المانجا ده اهو. بصوا انا هنا دمجت كله كده مع بعض بالشكل ده كده. بعدين هعمل ايه؟ هنزل هنا كده بالسيرب، بالنص كوبايه سيرب. اوكي، واشيل انا الحاجات اللي انا مش عايزاها. اقلب كل المكونات دي مع بعض، اسيبها على نار هاديه لمده 10 دقائق. تاني حمصنا او قلبنا مع بعض دقيق السميد في معلقه من الزبده. خلاص قلبناها يعني 3 دقائق 5 دقائق على النار. بعد كده انزل بكوبايتين عصير مانجا مركز، وبعدين نص كوبايه من عندي من السيرب التقيل او سيرب الكنافه اللي عندي. خلاص بنزل بيه معاها وبقلبها واسيبها 10 دقائق على نار هاديه. اوكي، ليه بقى؟ علشان عندي دقيق السميد ده بيستوي جوه الخلطه دي وفي نفس الوقت بيتكثف عندي شويه، فعشان لما تبرد تكون قطعه، يعني قطعه اقدر ان انا اشيلها او اقدر ان انا اكلها. احنا بعد كده نحطها في الثلاجه علشان تبرد معانا اهي. بس بحاول انا هنا ادمج كل المكونات مع بعض. اوكي، هنزل بس بنقطه واحده من الفانيليا، مش هكتر فانيليا علشان ما تضغيش على طعم المانجا نفسه، او لو مش حابه احط فانيليا خلاص مش مشكله. اوكي اهي، اقلب كده كل المكونات دي عندي مع بعض اهي بالشكل ده. خلاص وبخليها هنا عندي على نار هاديه. مدام نجلاء ازيك؟ الله يسلمك، ازيك يا استاذ؟ اخبارك ايه؟ كل سنه طيبه. وانت بالصحه والسلامه. الله عليك اليوم بخير، انت ربنا يخليك. والعيله كلها والكاست كله. الله يخليكي، كل سنه وانت طيبه يا جميل. بالصحه والسلامه. الله يخليكي يا رب، تحت الله امرك. يخليكي يا رسوم، الله يخليكي. انا كنت عايزه الفراخ اللي انت عملتيها بال اوكي، آه البرياني. لا في فراخ السيخ اللي بتحط بيتشوي دجاجة ساتيه. اوكي كنت عايزه الخلطه بقى بتاعتها. هعيد لك حاضر خلطته. حاضر ماشي، من عينيا الاتنين. رسومه وتسلم ايدك على الحاجات الحلوه اللي انت بتعمليها. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي جدا ليكي. سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. ميرسي جدا يا مدام نجلاء. طيب وصفه الدجاج الساتيه اللي احنا كنا عملناها قبل كده عباره عن ايه؟ هجيب حوالي نص كيلو من صدور الدجاج وهقطعها صوابع وهبتدي ان انا ادخلها في اسياخ خشب. وبعد كده هعمل ايه؟ هبتدي ان انا اتبلها بملح وفلفل وليمون وزعتر وسنه قرفه. ملح وفلفل وليمون وزعتر وسنه قرفه، ممكن اضيف ميه بصل، ممكن اضيف معلقتين مستردة. خلاص بسيبها في الثلاجه لمده ساعتين وبعدين بشويها. الاساسي في الوجبه دي او في الطبق ده هو الصوص بتاعها. الصوص بتاعها عباره عندي عن ايه؟ هو ان انا هدبل بصلايه مفرومه عندي على النار مع جنزبيل مع فلفل حار، للي حابب انها تكون فلفل حار معانا. خلاص مع توم، هدبلهم على النار. بعد ما يطلعوا ريحتهم، انا مش عايزاهم يغمقوا، بعد ما يطلعوا ريحتهم هنزل بمعلقتين من الكاتشب، معلقتين من الصويا صوص، ومعلقه خل وعصير ليمونه. خلاص وملح وفلفل. هننزل على الخلطه دي بمعلقتين من الصويا صوص، معلقتين من الكاتشب، وعندي معلقه خل، وعندي عصير ليمونه وملح وفلفل كمان. ممكن ما اضيفش ملح زي ما قلت قبل كده عشان الصويا والكاتشب كده كده اوريدي فيه. بصوا عندي هنا الخليط اهو بيغلي مع بعض. انا بخليه عندي هنا على نار هاديه، بيبتدي ان هو يتكثف معايا. اول ما يتكثف معايا هبتدي ان انا انزل بيه في صينيه. الصينيه دي تكون مدهونه بمعلقه من الزبده. اوكي، وبسيبها تبرد خالص وبعدين بدخلها الثلاجه علشان اقدر اقطعها قطع متساويه زي ما انا حابه. ممكن اعملها في بولات صغيره زي البودنج ومش عايزاها اقطعها زي البسبوسه، ممكن جدا وبتكون حلوه قوي. الوصفه دي المفروض ان انا بضيف فيها حبهان وبضيف فيها زعفران. تاني الوصفه دي اساسها ان انا بضيف فيها حبهان، يعني هي نفس المقادير كده المفروض بتتعمل، بس عليها حبهان وعليها زعفران. فاللي حابب تست الحبهان مع المانجا ودي السميد ممكن جدا يضيفوا. اللي مش حابب فما يضيفوش. انا الحقيقه ما حسيتش طعمها بالحبهان، فعشان كده انا عملتها من غير حبهان. اهي بصوا عماله هنا تغلي معايا وتتكثف بس على نار هاديه زي ما قلت لكم علشان ما تتلسعش اهي بالشكل ده. اوكي، انا بس هنا هشوف عندي هنا الرز، بس هخلي دي هنا كده ننقلها واجيب عندي الرز هنا. اوكي طيب انا اهو الرز عندي خلاص استوى اهو بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هعمل ايه هنا؟ هجيب عندي زعفران منقوع عندي في شويه ميه صغيرين. زعفران ومنقوع عندي في شويه ميه صغيرين اهو بالشكل ده كده. خلاص
ما عنديش زعفران والزعفران غالي ومش هينفع اجيب زعفران وعايزه كمان الون الرز، هعمل ايه؟ محلوله وحل بسيط خالص. هو انا بجيب ده نقطه صغيره قوي من لون غروب الشمس او من لون اصفر، الالوان اللي هي الغذائيه، ونقطه صغيره جدا في نقطه ميه، وببتدي انزل بيها على الرز ده لو في حاله ان انا مش هجيب زعفران. خلاص اهو عندي كده هنا دي، هنزل بس هنا كده بشويه كده من الزعفران ده اهو، وبس هقلب كده يعني تقليبه خفيفه. انا عايزاه في الاخر يكون رز ابيض على اصفر. خلاص اهو بالشكل ده كده اهو، عايزاه رز ابيض على اصفر اهو. وهيكون عندي لوز محمر وكزبره خضراء للوش. اوكي طيب لوز محمر يعني كده احنا هنحمره في زبده او في زيت؟ لا، احنا اولا احنا بننزل باللوز 5 دقايق بالظبط في ميه مغليه، تبتدي القشره البني دي تطرى وبتكون زي كفر خفيف قوي فوق اللوز. ببتدي ان انا اشيله خلاص وبقسمها نصين وبخليها تكون جافه خالص وبدخلها عندي الفرن، فبيحمر من غير ما اضيف ولا احمر في زيت ولا احمر في زبده. اهو الرز عندي كده هنا خلاص، نسيبه بس لحد لما الفراخ عندي كمان تكون جاهزه معايا للتقديم. طيب نشيل ده هنا كده وهنجيب الصينيه بتاعتنا. بصوا الفراخ عندي هنا نزلت الجوسي بتاعها واخدت كمان لون وريحه مش عايزه اقول لكم. خلاص يعني هنسيبها كده للاخر شويه. طيب هجيب عندي هنا الصينيه وهجيب يعني حاجه بسيطه كده خالص من الزبده اهي، وهبتدي ان انا اوزعها عندي على الصينيه بتاعتي علشان دي اللي انا هنزل بيها بالحاجه الحلوه بتاعتنا فيها علشان اقدر اشيلها من الصينيه اهي. تمام اوكي. طيب وهبتدي ان انا اجي هنا انزل بقى في الصينيه اهي. بصوا الخليط معايا اتكثف ازاي. ببتدي بس ان انا اسويها كده بالشكل ده اهي، زي ما قلت لكم حابه اعملها في كاسات صغيره في بولات صغيره، وبالتالي ابقى حددت لنفسي كمان الكميه اهي. طيب انا سويت كده عندي الوش بتاعها، هبتدي ان انا اجيب هنا كده فستق، يعني للي حابب يضيف فستق، حابين بقى نضيف كاجو، اي مكسرات عندكم، من غير مكسرات خالص برضو هتبقى حلوه وخفيفه، ممكن شويه جوز هند يعني زي ما تحبوا. طيب الصينيه دي عامله لها حوالي 1200 كالوري. 1200 كالوري يعني ايه؟ يعني لو قطعتها هنقول على حوالي 20 قطعه، يعني ممكن تعمل لها 60 كالوري للقطعه. حاجه حلوه جدا اني اكل حاجه حلوه والقطعه عامله لي 60 كالوري، فدي حلوه جدا. على فكره هيكون معانا كل حلقه اي حلو معانا فيها هيكون محسوب السعرات الحراريه. اوكي دي انا بسيبها تبرد عندي اهي بالشكل ده، بتبتدي تتقل وتتكثف اكتر عقبال ما بتبرد، وبعدين بدخلها التلاجة علشان اقدر ان انا اقطعها. حابه ان انا هقلبها بعد كده او عايزاها بشكل جمالي شويه، فممكن افرش ورق زبده عندي في الصينيه نفسها، او زي ما قلت لكم لو حابين نعمل بولات صغيره يعني نقسم كده على 20 بوله عندي ممكن جدا. اوكي طيب دي هتبقى عندي شكلها بعد ما بردت خلاص. هي بتكون عندي اهي في الصينيه، وببتدي ان انا بقطعها بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين، بتتقطع معايا زي كاني كده بقطع بسبوسه اهي. اقطعها مثلا بقى ايه بورب شويه او مربعات يعني زي ما انتوا حابين اهي بالشكل ده كده خلاص اهي. وبحاول بس وانا بقطع ان انا اكون عارفه ان انا فاصلاها وانا بقطعها، وببتدي ان انا اشيل عندي اهي القطعه بالشكل ده من الصينيه وبقدمها في الطبق بتاعي. حاجه سريعه جدا وفي نفس الوقت طعمها بجد هيعجبكم ان شاء الله، ان هي حقيقي طعمها مختلف جدا. زي ما قلت لكم احنا ممكن ناكل منها قطعتين. خلاص يبقى دي الحلوه بتاعتنا ودي السلطه خلاص. ناقص بس هنا عندنا الرز والخضار نغرفه. اوكي
اطباقنا النهارده سهله وخفيفه، ان شاء الله تكون مختلفه بالنسبه لكم، واهم حاجه انا عارفه ان هي بتفرق معاكم ان هو يكون لايت. طيب نجيب كده طبق التقديم عندنا. وهبتدي ان انا اقدم هنا كده عندي الرز، ونزينه بقى بالكزبره. حابين كمان تضيفوا بصل، زي بصل الكشري، بصل يكون متحمر، يعني زي ما انتوا حابين. اوكي اهي. زي ما احنا شايفين بصوا الرز واخد لون. طبعا لما تطلع معايا بقى حبه القرنفل ببتدي ان انا اشيلها عندي على جنب اهي. خلاص يبقى انا كده اكلت النشويات واكلت الخضروات كمان واكلت البروتين، اكلت الحاجه الحلوه بتاعتي اهي بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. خلاص زي ما قلت لكم لو عملتوا برضو اللون الاصفر الغذائي، لو ما عندكوش الزعفران او مش قادرين تجيبوه، ممكن جدا باللون الاصفر ده وهيديكوا برضو نفس الفكره، او بشويه صغيرين من الكركم برضو ممكن جدا اهي. هنجيب دي هنا كده على النار. اوكي نطلع بس الفراخ. بس نجيب طبق نطلع ماشي. اهي والفراخ اخدت معايا لون، محتفظه بطعم التتبيله بتاعتها. اوكي عايزه بس ان انا ايه اخد هنا كده من الجوسي بتاعها ده ولمعها بيها اهي. اوكي اهو باخد كده من الجوسي بتاعها بلمعها بيها بالشكل ده، وبركز عليها طعم البهارات كمان اكتر اللي فيها اهي بالشكل ده. وبعدين هجيب عندي هنا كده ناخد هنا وناخد دي كده، هناخد دي وناخد كمان دي. اوكي ونعمل ايه بقى هنا؟ هنجيب شويه لوز محمر اللي احنا قلنا عليهم، هنجيب شويه كده من الكزبره الخضراء اهي تمام، وعليها كمان اللوز اهو، حبه زبيب، حبه اي حاجه انتوا حابينها تضيفوها ممكن تضيفوها. اوكي خلاص يبقى احنا كده فاضل ايه؟ نحط بس طبق الخضروات بتاعنا اللي هو الكاري بالخضروات. بس نشيل نشيل الطبق ده. ونضيف هنا الكاري بتاعنا. هناخد هنا كده الخضروات بتاعتنا دي زي ما قلت لكم، انا ممكن محتاجش الشوربه ان هي جوسي قوي معايا خلاص، فاقدر ان انا كمان لو محتاجه شوربه اكتر ازود كمان الصوص بتاعها، فبالتالي انا عملت طبقين في طبق واحد خلاص من غير ما احتاج لشوربه وطبق خضروات، لا اخدت الاثنين مع بعض. اوكي اهي بالشكل ده كده خلاص. وممكن ناخد بس كده
تاتش خفيف من الكزبره، وناخد كمان تاتش خفيف خالص خالص نكسر لون البرياني ده. اوكي، دي كانت اطباقنا النهارده. بتمنى طبعا هي تكون عجبتكم. مبسوطه ان انا معاكم في اول يوم رمضان وتاني يوم رمضان. رمضان بالنسبه لي حاجه قويه جدا واحساس فظيع الحقيقه، بحب شهر رمضان جدا. فيا رب ان شاء الله تكون اطباقنا النهارده عجبتكم، يا رب تكون خفيفه. اعتقد ان هي سريعه، يعني في ساعه واحده خلصنا كل اطباقنا. وجبه يعني بجد متكامله، مش ناقص بس غير كوبايه عصير. عليكم انتوا العصير النهارده، فيا رب ان شاء الله تجربوها بطريقه سهله. البرياني ليه خطوات كتيره، فانا حبيت ان انا اسهلها وادمجها بخطوات بسيطه قوي. وكمان اللي كنت مركزه عليه اكتر ان هو يكون لايت علشان يعجبكم. جربوا كمان الحلوى اللي بالمانجا دي، انها بجد طعمها حاجه كده دايبه خالص، يعني مش هقول لكم اكتر من كده عشان ما اشيلش ذنوبكم وانتم صايمين. كل الخضروات زي ما قلت لكم هنستغنى عن الشوربه لان هي جوسي قوي وفيها صوص كتير، فهاخدها كده اشرب الصوص بتاعها واحط الخضروات معاها على الرز، فكده خلاص انا مش محتاجه اي حاجه تاني. اهتموا جدا بالميه، اهتموا جدا بالمشي، اهتموا او بالرياضه، خلاص يعني مشي او رياضه. اهتموا جدا بان احنا ناكل الياف وخضروات كتيره في السحور، هي دي هتدينا احساس بالشبع، هي دي اللي هترطب جسمنا سواء الخيار. نهتم جدا بمضادات الاكسده زي الشاي الاخضر في السحور، ان هو بيفرق معانا جدا. نبتدي يعني لو هناخد سكريات تكون في الفطار مش في السحور. ننسى خالص السحور ان هو يكون فيه حاجات تقيله او حاجات دسمه، دايما تكون حاجات خفيفه جدا. وان شاء الله لينا كمان حلقه خاصه للسحور. اشوفكم ان شاء الله بكره على الف خير في حلقه جديده بس من المطبخ السوري. رمضان كريم.